السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية اصحاب الفيل. يلا بينا يا حلوين نشوف ايه هي الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا ماما نونا. كان في واحد يا حبايبي اسمه إبرهة الحبشي، وهو كان من الحبشة. وإبرهة الحبشي ده كان أمير على مدينة صنعاء، واللي عينه إن هو يكون أمير على مدينة صنعاء هو النجاشي. فإبرهة الحبشي يا حبايبي سمع في يوم من الأيام إن العرب بيروحوا من كل مكان عشان يروحوا الكعبة، وبيقطعوا مسافات كبيرة جدا عشان خاطر يروحوا يحجوا في الكعبة. فإبرهة الحبشي قال: طب أنا ليه ما ابنيش مكان هنا في صنعاء أخلي العرب ييجوا عندي بدل ما بيروحوا مكة؟ ففكر يا حبايبي إن هو يبني كنيسة كبيرة، والكنيسة دي اسمها كنيسة القليس. وقال للنجاشي يا حبايبي إن أنا هبني كنيسة كبيرة جدا هخلي العرب ييجوا فيها بدل ما بيروحوا الكعبة. فرح جدا طبعا النجاشي وقال له: يلا ماشي، ابدأ في بناء الكنيسة. بدأ إبرهة في بناء الكنيسة، وكان بيجيب العمال يا حبايبي يخليهم يشتغلوا طول اليوم، وأي عامل منهم يبقى تعبان ولا حاجة ما كانش يا حبايبي يسيبه يستريح أبدا، لغاية ما فعلا إبرهة كمل بناء الكنيسة، وكانت كبيرة جدا، وحط فيها الصلبان لأن هو كان نصراني. مين يا حبايبي اللي سمع باللي عمله إبرهة؟ في واحد من العرب كان معدي وشاف الكنيسة الكبيرة دي، وعرف إن إبرهة عاملها علشان خاطر يبعد العرب عن إن هم يروحوا الكعبة. دخل فيها يا حبايبي وراح يا حبايبي تبول فيها. مين اللي علم بإن هو عمل كده؟ إبرهة. اشتد غضب إبرهة وقال: إزاي واحد من العرب يعمل كده؟ ولما كمان لقى إن العرب محدش فيهم جه ولا عمل اللي هو كان في دماغه، قرر يا حبايبي إنه هو يجمع جيشه ويروح يهدم الكعبة. فعلا إبرهة جهز الجيش بتاعه كبير جدا، وهو ماشي في الطريق علشان خاطر يروح الكعبة، في واحد اسمه ذو نفر. وذو نفر كان من أهل اليمن، وكان يا حبايبي من أشرفها. فراح يا حبايبي جمع مجموعة من العرب وجيشه كمان، وقال: احنا لازم نمنع إبرهة من ان هو يهدم الكعبة. ازاي إبرهة يعمل كده ولا يفكر في حاجة زي كده؟ فعلا ذو نفر جمع هو وجيشه وراح يا حبايبي طلع لجيش إبرهة، لكن يا حبايبي للأسف عشان خاطر جيش إبرهة كان كبير جدا وكان كمان قوي، اتهزموا يا حبايبي، وكمان كان هيقتل ذو نفر. راح قال له ذو نفر: يا إبرهة سيبني، بدل ما تقتلني خدني أسير عندك، يعني خليني احبسني وكده عشان ممكن أكون في يوم من الأيام نافع ليك. وكان إبرهة حكيم يا حبايبي وفكر في كلام ذو نفر، وراح قال له ماشي. وراح يا حبايبي ربطه، أخدوا معاه في الطريق كمان. قابل مين؟ قابل واحد اسمه نفيل ابن حبيب الخفعمي. ونفيل ابن حبيب الخفعمي كان من قبيلة، يعني كان من عائلة كبيرة اسمها قبيلة الخفعم، وكان في أرض اسمها الخفعم. فراح يا حبايبي نفيل ابن حبيب كمان هو تصدى لإبرهة، ولكن للأسف من كتر شدة جيش إبرهة وقوته كمان اتهزم نفيل بن حبيب الخفعمي، فراح لسه برضه جاي يقتله. فراح قال له: ايه رأيك يا إبرهة تسيبني وانا هدلك على الطريق على الكعبة؟ فراح طبعا فكر إبرهة في كلامه وقال له: يلا ماشي تعالى. وربطه هو كمان وأخده معاه. بعد كده يا حبايبي إبرهة طبعا لازم يكمل طريقه، لأنه لقى إن العرب مش قادرين عليه، وكده بقى واثق إن هو هيسيطر عليهم وهيسيطر على الكعبة ومحدش هيقف ضده.
وهو مكمل بقى لبلاد اسمها بلاد الطائف. خرج له مجموعة من العرب برضو ومن الرجال الأقوياء، وكان على رأسهم واحد اسمه مسعود ابن معتب ابن مالك. لما رأى مسعود ابن معتب ابن مالك إن هو اتهزم، جه قال له: يا إبرهة، إنما نحن عبيدك، وسوف كمان أرسل معاك واحد يدلك على الطريق. راح قال له: ماشي تمام. فرح طبعا جدا إبرهة إنه هيرسل مسعود ابن معتب واحد معاه اسمه أبو رغال، وده كان مولى خادم يعني يا حبايبي مسعود بن معتب. بعته فعلا يا حبايبي، وكان قاعد يدله على الطريق. ولكن يا حبايبي في أثناء الطريق ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر إن هو يموت في حتة اسمها المغمس. فيا حبايبي لما مات طبعا كان العرب متغاظين جدا منه إن هو مشي ورا إبرهة، وكان هيدل إبرهة على الطريق للكعبة. إزاي يدل إبرهة على الكعبة وهي مكان مقدس للعرب؟ فكانوا كل ما حد يشوف القبر بتاعه يروح يلقوا عليه الحجارة. بعديها يا حبايبي كمل إبرهة طريقه ووصل مكان اسمه المغمس. ولما وصل لمكان اسمه المغمس بعت واحد اسمه الأسود ابن مبسوط. ولما راح الأسود ابن مبسوط ده راح لمكة، فراح يا حبايبي أخد الأموال بتاعة قبيلة اسمها تهامة وقبائل تانية كمان. يعني يا حبايبي سرق كمان أموال العرب، مش بس رايح يهدم الكعبة المقدسة، لأ ده كان رايح كمان يسرق أموالهم. وسرق ايه كمان يا حبايبي؟ أخد يا حبايبي كمان 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وسيد أهل مكة. ازاي يجرؤ ان هو يعمل كده؟ بعديها أبرهة راح بعت رسول اسمه حناطة الحمري، وقال له: يا حناطة، روح اسأل عن سيد أهل مكة وقول له إن أنا ما جيتش علشان خاطر أقتلكم، لكن أنا جيت علشان خاطر أهدم الكعبة. بكل سهولة طبعا كده يا حبايبي راح حناطة الحمري وسأل مين هو سيد أهل مكة. فراح الناس قالوا له إن هو عبد المطلب. راح حناطة لعبد المطلب وقال له إن إبرهة بيقول لك إن إحنا ما جيناش عشان خاطر نقتلكم، ولكن إحنا جينا عشان خاطر نهدم الكعبة، ولو أنتم موافقين على هدم الكعبة هنترككم، ولكن لو صديتوا لينا وجيتوا هجمتونا هنقتلكم كلكم. راح عبد المطلب رد عليه بكل سهولة وقال له إن قول لإبرهة إن للكعبة رب يحميها، ولو ربنا رايد إن هي تتهدم هتتهدم، ولو ربنا مش رايد إن هي ما تتهدمش مش هتتهدم. راح جه قال له: طيب تعالى معايا. بعد كده عبد المطلب راح مع الرسول اللي أرسله إبرهة، وراح قابل مين؟ قابل ذو نفر، لأن كان ذو نفر صديق عبد المطلب. وراح قال له: يا ذو نفر، أوصي يا ريت تتوصى بيا عند إبرهة. راح قال له: ماشي، رغم إن أنا مربوط ومش هعرف أروح معاك في حتة، لكن أنا هرسل معاك واحد اسمه أنيس، وأنا هخليه يوصي عليك إبرهة. راح أنيس هو عبد المطلب ووصى عليه إبرهة. فلما إبرهة شاف عبد المطلب وشاف أهابه كده يا حبايبي وعظمه وشاف وشه منير، فراح كان قاعد على العرش فاستحى. يعني جه عنده خجل كده ان هو يسيب سيد قريش واقف وهو قاعد على العرش. فراح نزل له يا حبايبي وقعد معاه على الأرض وجلس معاه، وراح قال له إن أنا يا إبرهة جيت عشان خاطر أطالب بالمئتي بعير اللي انت أخدتهم مني. فراح إبرهة استغرب جدا وقال له: ده أنا مفكرك إن انت جاي علشان خاطر تكلمني عن موضوع هدم الكعبة. راح قال له: يا إبرهة، إن الكعبة ليها رب هيحميها، ولكن أنا عايز المئتي بعير اللي انت أخدتهم مني. وافق إبرهة إن هو يديه المئتي بعير،
وتجهز بقى يا حبايبي خلاص علشان خاطر يهدم الكعبة. بعد ما أبرهة يا حبايبي جهز جيشه واستعد استعداد كامل بالفيل الكبير اللي كان أخده معاه اللي هو اسمه محمود، راح يا حبايبي ناحية الكعبة. فلما راح وجه جيشه ووجه الفيل ناحية الكعبة، في واحد اسمه نفيل بن حبيب راح قال فوق أذن الفيل: أبرك محمود، فإنك أنت بالبلد الحرام. يعني اقعد اجلس يا محمود علشان انت في البلد الحرام. وسبحان الله الفيل استجاب لكلام نفيل بن حبيب وفعلا جلس يا حبايبي وما اتحركش ابدا. وكل ما ابرهة يفضل يضرب فيه علشان خاطر يتحرك، الفيل ما بيتحركش. اول يا حبايبي ما يوجهه ناحية المشرق يقوم على طول، وأول ما يوجهه ناحية اليمن يقوم على طول ويهرول. ولكن أول ما يوجهه ناحية مكة يقعد على الأرض وما يتحركش أبدا. استغرب جدا أبرهة واشتد غضبه وغيظه. وفجأة يا حبايبي ربنا سبحانه وتعالى أرسل الطير الأبابيل اللي هي في رجلها كل الاتنين حجارة وفي فمها كمان حجر. يعني الطير بيحمل تلات حجرات. وكانوا الأحجار دي بتنزل على جيش إبرهة وتسقطه على الأرض وتموته في الحال. أبرهة شاف المنظر وخاف جدا وقرر ان هو يهرب. لكن يا حبايبي إرادة ربنا في كل شيء. أراد ربنا سبحانه وتعالى ان إبرهة يموت، فمات إبرهة في الحال هو كمان مع جيشه اللي تحدى ربنا سبحانه وتعالى بإن هو يهدم الكعبة. وده جزات يا حبايبي اللي يخرب بيوت الله سبحانه وتعالى. وبكده تكون يا حبايبي قصتنا النهاردة خلصت. ولو عجبتكم الحكاية ادخلوا اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا.